لو عملت فيديو طلعت اكلم الناس فيه عن بطولات افريقيا ومين اللي هيلعب فيها، جدول الدوري عاطيني حاجات غريبة اوي. تخيلها حضرتك، اتفضل تخيل. يقول لك فرقة لعبت 11، فرقة لعبت 17، فرقة لعبت 16، فرقة لعبت 15. ايه ده؟ حسبة بيرما دي ولا ايه؟ انا هسهلها لكم. فهمت. ايه اللي فهمت؟ هو لسه شرح حاجه؟ احنا نجيب مباريات النادي المصري ومباراة النادي الاتحاد ونشوف كل واحد لعب ايه وهما الاتنين عملوا مع بعض ايه والفرق ما بينهم وبين بعض كام، وانبي مواجهاته مع المصري والاتحاد هتكون عاملة ازاي، وبعد كده نشوف الاهلي لسه له كام ماتش والزمالك لسه له كام ماتش، وبعد كده نحسب اللي هما ممكن ياخدوه. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ وبعد كده نطرحهم من الماتشات اللي المصري لعبها ونشوف الفرق ما بين النقط بتاعت المصري والمباريات اللي متبقيه للزمالك، عشان نشوف الاتحاد هيعمل ايه مع النادي الاهلي يوم 7 مايو. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. والله عندك حق يا وصلون، انا هبسطها لكم. يا مساء الفل على الكل، معاكم مذيع الكوره. في الفيديو ده هكلمكم عن حظوظ النادي المصري للعب في افريقيا بعد انتهاء الدور الاول، والمصري خلص خلاص ماتشاته، ولكن يتبقى بقى حسبة بيرما في المباريات المتبقيه للفرق المتنافسه. ولكن في الفيديو ده هسهل لكم الدنيا وهبسطها لكم خالص واعرفكم حظوظ المصري في نقط ملخصه في نقطتين فقط. يلا بينا. لو بصينا لجدول الترتيب واللي اتحصر فيه الفرق فقط اللي عندها حظوظ المشاركة في افريقيا بعد اقصاء سيراميكا ومودرن فيوتشر من المنافسة على المربع الذهبي مع الدور الاول، هنلاقي ان بيراميدز في المرتبة الاولى وعنده 15 مباراة، والمصري وانبي 17 مباراة، والاتحاد السكندري 16 مباراة. دول الفرق اللي موجودة في المربع الذهبي. طيب خلينا بقى نشوف بقى الاهلي والزمالك ايضا ومبارياتهم المتبقية وهيقدروا يوصلوا لكام نقطة. زي ما احنا شايفين كده ان الاهلي والزمالك عندهم حظوظ كبيرة جدا ان هم يعدوا المصري ويعدوا الاتحاد لو فازوا في كل مبارياتهم. فاذا هنستثنى الاهلي والزمالك ان هم بنسبه كبيره هيوصلوا للمربع الذهبي. طيب ايه هي بقى حظوظ النادي المصري؟ اول فرصه للنادي المصري للعب في افريقيا هو فوز الاهلي على الاتحاد السكندري في المباراه اللي هتتلعب ان شاء الله يوم 7 مايو. اذا فوز الاهلي على الاتحاد السكندري يأهل المصري رسميا من غير ما يبص لاي حاجه. طب المصري وانبي الاثنين قد بعض 27 و27. اقول لحضرتك هنا دلوقتي حاجه، ان اللائحه بتأهل أي فريق سواء لبطولة دوري أو لهبوط أو لصعود، أيا كان المراكز المتأهلة بيتحسم من خلال المواجهات المباشرة، والمواجهات المباشرة ما بين المصري وإنبي في مصلحة المصري بفوز المصري 2-1. كده خلصنا من أول حاجة. طيب تاني حاجة وتاني احتمال لصعود النادي المصري لأفريقيا هو هزيمة الزمالك في مباراة وتعادله في مباراتين، وده طبعا صعب جدا، ولكن الاسهل والاقرب ان الاتحاد السكندري يخسر من الاهلي ويصعد النادي المصري. طب لو الاتحاد السكندري تعادل او فاز كده الف مبروك للاتحاد السكندري والف مبروك لجماهير الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري يتأهل رسميا للبطولة الافريقية، وخاصة كمان ويمكن بنسبة كبيرة طبعا هتكون الكونفدرالية. ليه يا فندم؟ اقول لحضرتك ليه. لان الاتحاد السكندري فاز على النادي المصري وفاز كمان على انبي، يعني في حالة التعادل الثلاثة هيتساووا ب 28 نقطة، وفي الحالة دي الاتحاد السكندري طبعا يصعد. طب لو فاز الاتحاد السكندري خلاص كده يبقى اتخطى المصري وتخطى انبي ووصل للنقطة 30، وبكده يكون اتأهل رسميا. يبقى اذا النادي المصري عنده فرصتين مالهمش تالت. مفيش اصلا حد في العالم بياخد من الدور الاول الا احنا، ومفيش حد ملخبط الدنيا كده الا احنا. في حد لاعب 11 مباراة وحد لاعب 17 مباراة، فرق خلصت الدور الاول وفرق لسه ما خلصتش الدور. غريبة مش كده؟ لكن مفيش غريب في مصر. مذيع الكورة.